ميسون ده كان قاتل مأجور تبع الحكومة زمان، ودلوقتي عايش في جزيرة ساحلية بعيدة مع الكلب بتاعه. البنت جيسي بتبحر مع عمها في البحر، وبعد كده بتركب مركب تانية وبتوصل للجزيرة. بيوصلوا بيرة لميسون، والمرة دي جيسي بتسيب هدية مخصوصة هي اللي عاملاها له. ميسون بيشوفها كل يوم بس عمره ما بدأ كلام معاها خالص. بعدها بياخد البيرة بس بيسيب الهدية مكانها. بيقضي وقته بالنهار في الشرب ولعب الشطرنج مع نفسه. كمان هو بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب حياته القديمة كقاتل. وفي يوم الصبح وهم بيوصلوا الصندوق، عم جيسي بيطلب منها ترجع في أسرع وقت علشان الجو شكله بيتغير بسرعة. ميسون في الوقت ده كان نايم لما سمع خبط على الباب. فتح الباب لقى جيسي واقفة هناك. أخد منها الصندوق وطلب منها إنها ما تجيش هناك تاني أبدا، بس هي وقفته وقالت له إنه ما أخدش الهدية بتاعتها. قالت له إن هي وعمها بيتعبوا جدا علشان يوصلوا له الطلبات بتاعته، بس هو عمره ما شكرهم. لكن هو برضه ما اهتمش بكلامها وقفل الباب في وشها. جيسي قلبها اتكسر، بس فجأة سمعت صوت آلة التنبيه بتاعت السفينة، وده معناه إن في عاصفة بدأت، وهي بتجري علشان تلحق المركب بتاعتها. العاصفة بقت وحشة جدا لدرجة إنها ما بقتش قادرة تتحكم في السفينة. حاولت تبحر وتوصل للسفينة، بس الوضع كان بيسوء أكتر وأكتر. عمها طلع علشان يساعدها، بس في موجة خبطت المركبين بتوعهم وهما الاتنين وقعوا. ميسون كان جوه لما لاحظ المصيبة دي وطلع جري على بره. أخد المركب السريع بتاعه وراح علشان يلحقهم. جيسي حاولت تعوم لفوق بس اتكعبلت في شباك صيد سحبتها لتحت. ميسون أخيرا وصل للمكان ونط في المية. لقى جيسي بس عانى علشان يفكها لأنها كانت غايبة عن الوعي، وكمان لاحظ إن عمها مات. المهم قدر أخيرا إنه يفكها ويطلعها على المركب. عمل لها إنعاش بسرعة، وبعد محاولات كتير أخيرا فاقت. جابها البيت عنده، وأول حاجة سألت عليها كانت عمها. سكت شوية وبعدين قال لها إنه مات. انهارت طبعا من العياط لأنها خسرت الشخص الوحيد اللي كان فاضل لها في الدنيا. وفي يوم الصبح ميسون كشف على الجرح بتاعها ولقاه بقى أسوأ. بعدها سألته هو ليه ما اتصلش بالسلطات بعد اللي حصل. طلبت منه يطلب المساعدة، بس هو طنشها وطلب منها ترتاح. البنت بدأت تخاف منه واحدة واحدة، وقالت له إنه ما ينفعش يحبسها كده لأن أهلها أكيد بيدوروا عليها. وقالت له كمان إنه مجنون علشان عايش لوحده على الجزيرة دي بقاله سنين. بس هو قال لها إن مامتها ماتت من كام سنة وهي عمرها ما عرفت أبوها، فما فيش حد من أهلها هيدور عليها. بعدها ساب الأوضة وخرج علشان يمشي الكلب. قامت فورا وجرت نفسها لدرج قريب منها وقعدت تدور على حاجة، وقدرت تلاقي سكينة. سمعت صوته وهو داخل ورجعت السرير بسرعة. شافها وهي بتنهج بس ما شكش في أي حاجة. وبالليل لاحظ إن جالها كابوس وراح علشان يهديها. قامت وهي ماسكة السكينة بس ما هجمتش عليه. هو اعتذر لها عن طريقته وقال لها إنه فاهم وجعها، وبعدها وراها إزاي بالظبط تمسك السكينة قدام عدو واداها لها تاني. رجلها كانت بتسوق بالتدريج وبقى لازم يشيلها في كل حتة. بدأوا يقضوا وقت أكتر مع بعض وقربوا من بعض أكتر. جيسي كمان بقت قريبة جدا من الكلب بتاعه. وفي يوم سألته هو عارف عمها منين. قال لها إنهم كانوا مع بعض في المارينز. سألته عن اسمه بس هو رفض يقول. وبعدها سألت عن اسم الكلب بس ميسون قال إن ملوش اسم. هي سمته جاك، والكلب استجاب للاسم ولعبت معاه كمان دور شطرنج. هو كشف على جرحها ولقى إنه اتلوث. قالت له إنهم لازم يروحوا المستشفى فورا، بس ميسون قال لها إن ده ما ينفعش. قال إنه هيروح يجيب المستلزمات اللازمة ويمشي. وجيسي بدأت تدور في حاجته ولقت كل الرسومات اللي هو رسمها، ولقت كمان الهدية اللي كانت سابتها له. في الوقت ده ميسون وصل وراح لصيدلية، وفي نفس الوقت كان في اجتماع شغال بين مسؤولين في الحكومة. ماني فورت زعيم بلاك كيت كان بيتحقق معاه من السلطات بعد ما نزل تحديث لبرنامج بيراقب تحركات كل الناس وبيسجلها من غير موافقتهم. ماني فورت قال في دفاعه إن الناس مش محتاجة تقلق لو ما عندهمش حاجة يخبوها، وإن ده هيساعدهم يحددوا مكان أي تهديد موجود ويتعاملوا معاه فورا. بس السكرتير قال إن ده انتهاك للخصوصية وإنه هيتم فصله لحين انتهاء التحقيق. بعدها ماني فورت عمل اجتماع مع رئيسة الوزراء علشان كانوا مع بعض في الخطة دي من الأول. قالت له إن الفصل ده حاجة كويسة علشان هيقدر دلوقتي يشتغل في الخفاء، ومساعدته روبرتا هي اللي هتمسك الMI6 وهم هيحركوا الخيوط من ورا الستارة. بعد كده ميسون وصل المدينة وراح لمحل اشترى شوية لبس الجيسي. كان في بنات بيعملوا بث مباشر بره، وهو خارج وش ميسون ظهر في الفيديو بتاعهم. الMI6 جالهم تنبيه وطلعوا ملف ميسون.
الملف بتاعه طلع متطابق مع ملف إرهابي وفي أمر بتصفيته فورا في مكانه. روبرتا عينت فرقة اقتحام علشان يطردوه، وميسون حط الدواء على جرح جيسي واداها اللبس الجديد اللي طلع واسع عليها شوية. كانوا بيتعشوا بالليل لما جاك بدأ يقلق ويتحرك وهو متضايق. قام ميسون فورا ومسك المنظار بتاعه، لقى فرقة الاقتحام كانت بتوصل للجزيرة. بدأ يجهز نفسه فورا وساب جيسي مش فاهمة حاجة. طلب منها تمسك سكينة وتستخبى في الحمام وتقفل على نفسها. سمعت كلامه ونفذت من غير ولا سؤال. والفرقة وصلت الجزيرة وميسون قطع حبل خلى فخ يقع ويسحب راجل منهم للمحيط، وبعدها نور كشاف وجهز نفسه للقتال. بدأوا يضربوا نار بس ميسون كان خفيف وسريع جدا. اتفرقوا علشان يصطادوه بس هو ولع في واحد منهم، وبعدها طعن واحد تاني ورمى جثته من فوق المنحدر. في واحد من الفرقة دخل البيت بس جاك هاجم عليه. دخلوا في عركة مع بعض بس الراجل في الآخر قتل الكلب. بعدها دخل الحمام، ورغم ان جيسي حاولت تقاوم بس هو أخدها ومشي. ميسون كان جوه الكوخ وخلص بسرعة على الاتنين التانيين، وبكده خلص على باقي العصابة. وبعدها سمع صرخة جيسي وطلع جري علشان ينقذها. الراجل حاول يهرب بس ميسون ضربه بالنار وقتله. جري ناحية جيسي وفحص الراجل الميت، عرف انهم تبع الMI 6 وان مكانه ما بقاش امان خلاص. طلب من جيسي تستنى وجري ناحية البيت. لقى جثة جاك بس ما كانش فيه وقت للحزن. طلع تليفونه واتصل بصديق قديم علشان يساعده، وبعدها جري لجيسي اللي سألته عن جاك. قال لها انه ما قدرش ينقذه وان ما فيش وقت للتأخير، وهما الاتنين سابوا الجزيرة فورا. في نفس الوقت الMI 6 جالهم خبر ان الفرقة بتاعتهم كلها اتمسحت. روبرتا فهمت انهم بيواجهوا حد قوي جدا وطلبت من الفريق يجهزوا احسن قاتل مأجور عندهم. الراجل ده اسمه وورك مان، وفعلوه فورا للمهمة دي. ميسون وجيسي وصلوا المدينة. جيسي لاحظت انه بينزف بس ميسون قال لها انه جرح بسيط. بعدين وصلوا البيت قريب وطلب منها تستنى. قال لها انه هيدخل يجيب مفاتيح العربية علشان محتاجينها. بعدها علمها ازاي تستخدم بندقية قنص واداها لها، وبعدها اقتحم البيت وبدأ يدور على المفتاح. بس فجأة ولد شافه وابوه كمان دخلوا معاه مسدس. ميسون اتحاصر بس فجأة جيسي ظهرت ورا الراجل وطلبت منه ينزل المسدس. الراجل نفذ كلامها على طول وهي طلبت منه يعالج جرح ميسون. ماديسون قال لروبرتا ان ميسون مش ارهابي وان في حد عدل الملف بتاعه وان ده اتعمل عن قصد من حد قوي علشان يلبس ميسون التهمة. طلعوا الملف الحقيقي بتاعه ولقوا انه كان برضه جزء من الMI 6 وتم الاعلان عن انه اتقتل في الخدمة من 10 سنين. الشك بدأ يدخل قلب روبرتا لحد يحاول يورط واحد منهم. حاولوا برضه يوصلوا للمهمة بتاعته بس كانت ممسوحة من على السيستم. وفي اللحظة دي جالهم بلاغ استغاثة من ولد بيقول ان ابوه محبوس تحت تهديد السلاح من ناس مجهولة. روبرتا خرجت فورا لان المواصفات كانت لايقة على ميسون. في الوقت ده ماني فورت كان في بيته لما جاله إشعار. اترعب لما لقى ميسون هويته اتكشفت. روبرتا ادت البيانات الحقيقية للفريق وطلبت ان ميسون يجي للتحقيق. ماني فورت بعت رسالة لوركمان وقال له ان الموضوع ده شخصي جدا بالنسبة له. من هنا ورايح مش هيسمع كلام حد غير ماني فورت بس. ووركمان سمع كلام رئيسه وماني فورت أمره بتصفية ميسون والبنت في مكانهم. وعلى الناحية التانية الراجل خيط جرح ميسون، قال له انه محتاج الشاحنة بتاعته وجهز نفسه علشان يمشي. وفجأة لاحظ ان الولد اختفى ومش باين له اثر. الولد نزل وقال انه اتصل بالشرطة وبسرعة الشرطة حصرت البيت من كل حتة. الراجل جري علشان يفتح الباب. ميسون حاول يمنعه بس هو فتح الباب واتضرب بالنار من ووركمان. بعدها بدأ يضرب نار على الشرطة واحد ورا التاني. ميسون شق طريقهم علشان يهربوا من الجناين اللي ورا البيت. وهو خارج اتعرض لهجوم من الضابط بس هو خلص عليهم واحد واحد. روبرتا طلبت تتكلم مع ووركمان بس هو كان قطع اتصالاته بالفريق. ميسون وجيسي ركبوا عربية بوليس وهربوا بيها بس بسرعة جدا. ووركمان بدأ يطاردهم من ورا، حاول يخبط عربيته في عربيتهم ولما فشل بدأ يضرب عليهم نار. وميسون حمى جيسي وبدأت مطاردة أوتو فار ما بينهم. بس بسرعة ميسون جا ورا عربية ووركمان وتسبب في حادثة بينهم. ده خلى عربيته تتقلب وقدر ميسون يهرب من الموقف ويوصل لوجهتهم اللي جاية. ووركمان خرج من عربيته وهو بينزف وبدأ يمشي. ست وقفت بالعربية لما شافته في الحالة دي وشوية عساكر جم علشان يمسكوه. ضرب العساكر الاتنين بالنار وبعدها هجم على الست. روبرتا كلمت ماني فورت علشان تعرف حقيقة ميسون. قال لها انهم من سنين عملوا عملية تحت قيادته الشخصية
وميسون كان واحد من أعضاء الفريق. ميسون كان تلميذه النجيب واتبعت علشان يصفي ضابط مخابرات أجنبي، بس هو ساب الراجل يعيش وزور التقارير واختفى. وهو معتقد إن ميسون باع نفسه للمعارضة، حذر روبرتا إن ميسون ده آلة قتل وإن الطريقة الوحيدة لوقفه هي القضاء عليه. روبرتا ما اقتنعتش تماما واستعانت بماديسون علشان تطلع ملف المهمة دي من سيرفر احتياطي. اكتشفت ان ميسون كان بيساعد عالم ايراني بعد ما اداهم ابحاثه عن البرنامج النووي بتاعهم، كان المفروض يحموه، بس بدل كده ميسون اتطلب منه يقتله علشان يخلو مسؤوليتهم. روبرتا فهمت ان مانيفورت بيكذب عليها، بس ما كانتش عارفة ان مانيفورت مراقبها طول الوقت. في الوقت ده ميسون وجيسي كانوا راكبين العربية لما سألته عن هويته الحقيقية، بس ميسون رفض يجاوبها. بعدها سألته عن أهله، بس قال لها إن ملوش أهل علشان ده بيعقد الأمور. جيسي قالت إنها مستعدة تعمل أي حاجة علشان ترجع مامتها وعمها. قال لها إن الحياة مش هتكون سهلة عليها، بس لو فضلت قوية هتقدر تنتصر فيها. وبعدها سلمها صورة لجاك هو كان راسمها. وصلوا لمدينة تانية وقال إنهم لازم يظهروا في أي كاميرا. نزلوا وتمشوا ناحية كنيسة. مانيفورت جاله إشعار ومسح التصوير علشان الMI6 ما يقدروش يوصلوا له. بعدها بعت موقع المكان لوركمان. ميسون دخل الكنيسة وقابل صاحبه القديم بوث. اتقابلوا بعد سنين والتلاتة رجعوا لبيت بوث. ميسون طلب من جيسي تستنى في أوضة تانية علشان يتكلموا لوحدهم. بوث سأل عن جيسي وميسون قال له إن هو وعمها كانوا في نفس الفريق. هي كانت في المكان الغلط في الوقت الغلط ودلوقتي بقت هدف لناس كتير. هي مجرد طفلة بريئة وهو محتاج مساعدة بوث علشان يسفرها بره البلد. وفي نفس الوقت جيسي كانت في المطبخ لما لقت أدوية شكلها مألوف جدا بالنسبة لها. بوث اخترق سيرفر الMI6 ولقى كل التفاصيل. قال إنه غير هوية ميسون لعامل بترول لما اختفى، بس في حد غيرها دلوقتي، الإرهابي عليه أمر بالقتل. عرف فورا إن مانيفورت هو اللي عمل كده. ميسون كسر ثقته، وفي اليوم ده مانيفورت قرر يخلص عليه. بوث قال إنه أنقذ راجل بريء ومفيش غلط في اللي عمله. ميسون طلب من بوث يخلي باله من جيسي. بوث قال إن ده مش هيفيد لأن مانيفورت خلاص كشف هوية البنت وهيحاول يقتل ميسون. ميسون اترجاه ياخد جيسي عنده بس هو رفض. في اللحظة دي جيسي خرجت وقالت إن بوث ما يقدرش يعمل كده لأنه مريض سرطان وبيموت. شافت الدواء في الحمام وهو نفس الدواء اللي كانت مامتها بتاخده واللي ماتت برضه بالسرطان. بوث قال إنه قدامه سنة واحدة بس ومش هيقدر يشيل مسؤوليتها. فميسون طلب منه يوصله بصاحبهم القديم كمال علشان يساعدوا جيسي تهرب بره البلد. بوث ما وافقش لأن كمال مهرب عنيف. ميسون قال له مفيش قدامهم غيره لأن البديل التاني هو الموت لجيسي. فبوث وافق في الآخر وقال إنه هيساعدهم يوصلوا لكمال. بوث خرج علشان يجهز العربية وجيسي اتضايقت جدا لما عرفت إن ميسون كان بيخطط يسيبها هناك، بس هو قال لها إن ده لمصلحتها. وفجأة سمعوا صوت بره وميسون طلب من جيسي تستنى ورا حيطة. جهز نفسه للخناقة ووركمان بدأ يضرب نار فورا. ميسون وقع عليه رف بس ده ما كانش كفاية علشان يوقفه. قامت عركة كبيرة ما بينهم وبسرعة ووركمان سيطر على ميسون وجاهز يقتله، بس جيسي وجهت المسدس ناحيته. ساب ميسون وخد منها السلاح. ميسون بسرعة مسك مسدس مسامير وضربوا بيه. هما الاتنين جري وركبوا العربية ووركمان جري وراهم وضرب النار بس قدروا يهربوا. جاله رسالة من مانيفورت عن المهمة بس هو قال له إنه ما نجحش. ووصلوا الكنيسة تاني وبوث سلمهم كل الحاجات الضرورية ومشي. وهم في الطريق جيسي قالت إنه كان لازم يقتل ووركمان لأنه هيفضل يرجع وراهم، وهو قال لها إنه هيوصلها قريب لمكان أمان. جيسي قالت له إنه ما ينفعش يرجع الجزيرة دي تاني علشان هيدوروا عليه هناك، بس ميسون قال إن الطريقة الوحيدة علشان هي تفضل في أمان إنها تكون بعيدة عنه. وبالليل وصلوا أخيرا لملهى ليلي. ماديسون قالت لروبرتا إن في حد بيدخل على سيرفر الMI6 من بره وعندها خطة علشان تعرف مين المستخدم ده. وفي نفس الوقت ميسون في الملهى الليلي الحارس حاول يمنعه من الدخول، ثبته في الأرض بسرعة وطلب منه يبلغ مديره بوجود ميسون. كل ده اتصور بالكاميرا ومانيفورت جاله التنبيه. حاول فورا يدخل علشان يمسح البيانات بس الدخول اترفض. فخ ماديسون نجح وروبرتا أخيرا عرفت إن المتهم هو مانيفورت. وميسون دخل الكلاب وقابل كمال. قال لكمال إنه محتاج هوية جديدة لجيسي وطريقة علشان تهرب بره البلد. كمال رفض بس ميسون قال له إنه لازم يعمل كده لأن مانيفورت وراه. ومن أول ما دخل من الباب
وكاميرات المراقبة صورته. وفي خلال 10 دقايق الMI6 وكمان ووركمان هيجوا علشان يخلصوا عليهم، وده هيدمر شغل كمال. ولو ساعد جيسي تهرب، ميسون في المقابل هيقتل مانيفورت علشان ما يجيش ورا شغل كمال تاني أبدا. كمال وافق وطلب منهم يستنوا جوه مكتبه. جيسي اترجيته يجي معاها بس هو رفض، فقالت له انه عاوز يموت، هو ما عندوش حد في الدنيا علشان كده مش فارق معاه حياته. لكن ميسون قال لها انها اقوى من كده وهتقدر تنجو. في نفس الوقت روبرتا بعتت فريقها علشان يخرجوهم هما الاتنين بأمان، وعلى الناحية التانية مانيفورت بعت فرقة اقتحام علشان يخلص عليهم مكانهم. وكمال سلمهم الهوية الجديدة وطلب من ميسون يوصل جيسي للرصيف البحري، هيتم استلامها من هناك وهتتسفر لبيت آمن في إسبانيا. روبرتا لاحظت إن في رجالة لسه داخلين بس مش تبع الMI6، عرفت إن دول القتلة بتوع مانيفورت. ميسون خرج لساحة الرأس، واحد هاجم عليه بس ميسون قضى عليه واخد منه مسدسه كمان. بعدها بدأ يتمشى حوالين البار ويقتلهم واحد ورا التاني من غير ما يعمل دوشة كبيرة. بس الموضوع قلب بسرعة لخناقة كبيرة والفوضى انتشرت. جيسي حاولت تساعده بس ما كانش عندها أي فرصة قدامهم. واحدة واحدة هما الاتنين بعدوا عن بعض، وفي راجل خطف جيسي، جري لبره وحط جيسي جوه عربية فان. ميسون خرج بمساعدة بوث اللي قال له على مكان البنت، وفريق الMI6 وصل بس ميسون كان لا يقهر، غلبهم وخلص على آخر واحد من القتلة كمان. فتح العربية الفان وأنقذ جيسي، ووركمان وصل هناك بسرعة بس هما الاتنين قدروا يهربوا بسكوتر. وصلوا أخيرا للرصيف، واللانش اللي هينقلها كان وصل هو كمان. وجاء وقت الوداع بس جيسي رفضت، قالت له إنها ما تقدرش تعيش من غيره، إنها عايزة تنقذه. بس ميسون قال إنه غرقان لأبعد حد ومفيش أمل في مساعدته. ووركمان وصل هو كمان وبدأ يضرب عليهم نار. ميسون زق جيسي للمركب فورا وهي هربت من هناك، وبدأت معركة بالرصاص بين الرجلين. بس الرصاص خلص منهم وكل واحد اختار سلاحه. وبعد خناقة طويلة ووركمان قدر يسيطر على ميسون، بس ميسون هجم عليه وخلص عليه باستخدام جنزير. ومانيفورت كان في بيته بيشرب، بص من الشباك لقى الحراس بتوعه ميتين. ميسون ظهر جوه الأوضة بتاعته. مانيفورت قال إن ميسون كان تلميذه المفضل بس هو اختار يخونهم. ميسون قال له إنه ببساطة أنقذ حياة راجل بريء، بس مانيفورت قال له إنك ما تقدرش دايما تكون مع الحق لما الموضوع يوصل للسياسة، وقال له إنه ميسون يقدر ينضم ليهم تاني وهم هيسامحوه على كل غلطاته. ميسون قال له إن الغلطة الوحيدة اللي عملها هي إنه ما ضغطش على الزناد من 10 سنين وضرب عليه النار. وبعد 3 شهور وجيسي استقرت في إسبانيا، روبرتا لسه بتراقبها علشان مؤمنة إن ميسون هيجي علشانها. وفجأة واحد شغال في كافيه جا وسلم طرد الجيسي وقال لها إن في راجل سابه لها. دورت على الراجل بس ما لقيتش حد. فتحت الطرد ولقت قطعة شطرنج جواه. فهمت إن ميسون لسه بيراقبها وعينه عليها ومستخبي قدام عينيها. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.